محتاجين نتعلم من جين زي والله برضه saying no. بجد هم شاطرين في ده جدا وتعلموه بدري قوي. احنا دلوقتي اون سوشيال ميديا كل حد ممكن يطلع يقول ان هو ناجح. هو اصلا ايه تعريف النجاح؟ انا بشوف ان السين بتاعه الومن امباورمنت هي واخده شكل معين، وهو ده بس اللي احنا بنظهره وبنسقف له على مستويات مختلفه. بقى الناس اللي تستحق، اللي محتاجه فعلا ومن امباورمنت، احنا مش بنعمل لها ومن امباورمنت. ايه هي صفات الجود مانجر؟ انا ابريشيشن وفلوس بصراحه الاثنين. يعني المدير الكويس برضو بيسعى ان التيم اللي معاه يبقى عنده حياه بجد. وانس انك بتقولي نو على حاجه تلاقي نفسك سبحان الله حاجه اكبر بكتير قوي بفلوس اكبر بكتير اتفتحت لك. احنا في عالم مفتوح قوي وبيحط لود عليك طول الوقت ان انت تكومبير نفسك مع ناس تانية وانت ما تعرفيش الباك ستوري بتاعت الناس دي. الناس بتقعد تقول اصل انا مش معايا كاميرا، مش معايا مايك، انا بحط الموبايل وبصور بالموبايل. واعرف ناس كتيره بتعمل كده ومن الكونتنت كريتورز الكبار. انا وانا بعمل فيجن بورد قلت انا هبطل اسمع كلام الناس. انا مش لازم اغير العالم خالص، انا ممكن ابقى غيرت في حد او اتنين حسوا ان هم النهارده احسن. ده بجد كفايه. ساعات احنا مش بنقف نقول هو انا اصلا بعمل ده ليه، بعمل ده لمين اصلا، هل انا اصلا ده اللي انا كنت عايزه ولا لا. من كتر ما احنا بنجري كل يوم عمرنا ما بنسال نفسنا الاسئله دي. وجود ناس حواليكي سبورتيف ده بيكون احسن لصحتنا النفسيه.